واحدة بتسأل بتقول أنا جوزي هي أرملة، وبتقول إن جوزها كان بيضحي طول السنين اللي هو كان عايش فيها. لما جه توفى هو ما تركش ليها أي ميراث ولا أي حاجة غير المعاش بتاعه. فهي بتقول أنا دلوقتي المعاش بظروف الحياة اللي احنا فيها، المعاش يعتبر ما بيكفيش بيكفيها وساترها، لكن ما ينفع يعني ايه، ما يكفيش ان هي ممكن تعمل اضحيه وتواصل العمل اللي هو كان ايه، كان بيعمله لله. اه هل هي كأرملة في الظروف دي تتصدق او ان هي تضحي وتكمل مسيرة جوزها، خلاص. ولا ايه حكمها في الوقت هي ده؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. هي ما عندهاش سعه انها تضحي، لابد ان تعلم. وهذا